ننتقل إلى ملف آخر، نادي الزمالك. إيه وضع نادي الزمالك اليوم؟ عايز بقى معلومة، هل مرتضى منصور لم يعد رئيسا لنادي الزمالك؟ أنا آسف أنا بسأل سؤال يبدو غبي. طبعا لا طبعا، ولا والمستشار مرتضى نفسه عمل بيان وقال انا من تلقاء نفسي مش موجود وبنفذ القانون. ونادي الزمالك مجلس الاداره يعني بعت للمديريه الجيزه المتابعه لهذا الموضوع وتم التنفيذ قانونا، واحنا اعتبرنا ان هذا الموضوع خلاص. وقت ما حصلت المشاكل بتاع نادي الزمالك اتقال انه النادي فيه تجاوزات ماليه. هل النادي فيه تجاوزات ماليه او لا؟ يعني طيب. عايزين الاشياء بقى لانه وقتها اتقال ايه؟ واحنا ابتدينا كنا نشوف حاجات مكتوبه في ورق قانوني وبتاع، وانه كان فيه كام مليون ايه ولا عايزين نعرف. أنا بمنتهى السعادة بقول لحضرتك وبنتذكر سوا برنامجك الكبير المحسوب فيه كل حاجة، وده كلامي يعني لحضرتك وليا وللرأي العام. احنا يعني الوزارة هي الجزء الأخير الكبير اللي لازم يرى كل الأشياء، وعندنا قانون إيه صلاحياتنا وإيه عدم صلاحياتنا. في الحقيقة احنا في الفترة ديت وضحنا وصرحنا احنا هناخد كل اجراءاتنا القانونيه دون النظر لاسماء، وكمان يعني بقدر المستطاع بيكون قدامنا المؤسسه ازاي تستمر. احنا اخذنا اجراءنا القانوني وعبرنا عنه وقلنا ان احنا المجلس يعني لا نتهم، ده مش دورنا، لكن احنا بناخد اجراءنا القانوني. عملنا ايقاف لغايه لما يكون في الردود، وقدامنا سنة. السنة مرت، وخلال السنة حصل ان في وقت الانتخابات لازم نقوم بالعملية الانتخابية علشان يعني بشكلها. معالي الوزير جالكوا الردود؟ بص يا فندم، احنا ما جالناش يعني ردود الا ان وقت الانتخابات جه وفي حكم محكمة احنا كمان لازم نطبقه وطبقناه. لا معالي الوزير احنا بنتكلم على قلعة من قلاع الرياضة في مصر، يا هي تمام فيها تجاوزات مالية يا ما فيهاش، يعني انما ايه اللي وقتها تحول عن النيابة؟ يعني بص إيه؟ تقارير الجهاز المركزي وتقارير اللي موجودة احنا حولناها كلها لجهة الاختصاص. طالما حولت لجهة الاختصاص احنا ليس لنا تعليق، لان ايوه يا فندم، انتوا كوزاره رياضه الجهات ديت او اللجنه اللي انتوا شكلتوها او الجهات دي ردت عليكم قالت لكم ان في تجاوز؟ انا على فكره ما يفرقش معايا، ما فيش تجاوزات خير. السلام عليكم يا اخواتي، رسميا رحيل مرتضى منصور، وفيديو مهم جدا جدا مع عمرو اديب. اتمنى اصحابي تشتركوا في القناه واعملوا لايك وشيروا الفيديو عشان يوصل لكم كل جديد. سلام.